بامانه انا كصحفي اقرا الاوراق، لا يعني في فوارق في كذا، لكن بدايه انا ما شفت فوارق بامانه على طول. لا انا ما شفت فوارق. يعني نرفع القبعه على الكابتن حسين عموته، انه في البدايه طبعا بتكلم في كباتن كبار ما شاء الله، يعني عادل الخليز، عبد العزيز حسن، كابتن احمد موسى. انت اليوم في البدايه مين ضغط على الثاني؟ مين اللي الأردن بدأ. نعم. اذا لعب ند للند، ما كان عنده ما يقال في مركب. شوف محمود، احنا بنجي نتكلم فنيا عن اللي سواه عموته وطريقه اللعب، لكن يعني اليوم اللاعبين خلك الان في استراتيجيه، في خطه، في عمل المدرب والجهاز الفني، وفي تركيز ذهني عالي من اللاعبين. لكن يا اخي الروح القتاليه، أيوة. الجهد اللي بذلوه اللاعبين طوال 90 دقيقه، الطريقه اللي لعبوا فيها امام المنتخب الكوري، هذه اللي احنا نرفع لها العقال مثل ما قلت. لان بالزبط. اليوم اللاعبين ال 11 لاعب مع البدلاء اللي دخلوا رجال يعني نشامه والله العظيم نشامه. شوف يستاهلون. انت عشان تجسر فوارق بينك وبين منتخب افضل منك، يعني افضل منك فنيا، افضل منك عناصريا، يجب الكلام اللي انت قلته يا ابو عبد الله، يجب ان تكون عندك رجال يتحملوا المسؤوليه. يعني انا اليوم عبد الله النصيب بيلعب مع سونج، يعني هذا محارب والله، هذا والله محارب عبد الله النصيب. يعني مثلا في الالتحامات الفرديه بين لاعب بيلعب في توتنهام ولاعب بيلعب في نادي الحسين في الاردن، يعني تصنيفه ابصر، ولكن شوف لما يكون كره واحده، بقول لك لما يكون الوطن داخل القلب، الله يرضى عليك، والروح القتاليه، لا تقول لي هذا فهد نادي، الله يرضى عليك، صدقني. وهذا اللي احنا شفناه اليوم من النشاط.